شوهدت قبل فترة وجيزة سيارة مايباخ 62 اس مغطاة بالكامل بالذهب، ويبدو أن ملكية السيارة تعود للإعلامي ورجل الأعمال المعروف ثيو بافيتس. منظر السيارة مغر حقا، فليس الهيكل الخارجي وحده المطلي بالذهب، بل وحتى التصميم الداخلي مليء بالإضافات المغطاة بهذا المعدن النفيس، من عجلة القيادة إلى فتحات التهوية والأرضيات والسقف وحتى شاشة نظام الملاحة. ولكن وعلى الرغم من كل هذه الأناقة والفخامة، إلا أن سرعة السيارة لا تتجاوز 155 ميلا في الساعة، ومعدل استهلاكها للوقود مرتفع جدا، يبلغ 3 أميال للجالون الواحد. ولكن استهلاك الوقود لن يكون بالأمر الهام لمن يمتلك مثل هذه السيارة، فبحساب أسعار الذهب اليوم نجد أن كلفة تغطية السيارة بهذا المعدن الثمين تبلغ 35 مليون يورو، أي ما يقارب 57 مليون دولار. ويذكر أن ثيو من كبار المتبرعين للأعمال الخيرية، حتى أنه أنشأ صندوقا مخصصا للأعمال الخيرية يحمل اسمه صندوق ثيو بافيتس للأعمال الخيرية. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.arabmotors.tv.